رأت الولايات المتحدة أن حرق ناشط يميني متطرف لنسخة من المصحف في السويد ربما يكون استهدافاً لوحدة الصف داخل حلف شمال الأطلسي، حيث قام المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان السبت بتظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وقام بحرق نسخة من المصحف مما أثار غضب تركيا والمسلمين جميعاً. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين إن حرق كتب تعد مقدسة للكثيرين هو عمل مهين للغاية ووقح، إنه أمر بغيض ومثير للإشمئزاز وكريه، واعتبر أن حرق المصحف كان عمل شخص يهدف إلى الاستفزاز وربما سعى عمدا إلى تباعد حليفين مقربين ربما تركيا والسويد. أما الرئيس التركي أردوغان فقد أعرب عن غضبه حيال الحادث، بما في ذلك ترخيص السويد للتجمع الذي جرى خلال إحراق المصحف. كانت السويد وفنلندا قد تقدمتا العام الماضي بطلبين للانضمام للحلف بعد أن أحجمتا عن ذلك في السابق لعدم إغضاب روسيا، لكن بعد حرب أوكرانيا بدلتا موقفهما.